ازاي اخلي نرجسي يرجع يتواصل معايا تاني؟ هو انت مين قال لك انه مش هيرجع يتواصل معاكي؟ هيرجع يتواصل معاكي لانه عايش على المدد. فهو النهارده ممكن يكون سايبك لحد ما تيجي تعيطي له وترجعي له بارادتك عشان يتكبر ويحس انه زي السرطان اللي بيجري في دمك. لكن اول ما يحس ان انت ما تواصلتيش هيدور على واحده تانية غيرك، يحاول يمتص منها برضو امداده النرجسي المريض. ولكن سرعان ما هتزعل منه، سرعان ما مش هينجح زي ما بيحصل معاكي. فهيحصل وقت عايز يعمل لها صمت عقابي، فهيرجع لك عشان هو ما يحبش ايده تبقى فاضية، ما يعرفش يعيش من غير مدد. فاكتر نصيحة هنصحك بيها، اوعي تستني النرجسي، اوعي المؤذي ايا كان هو نرجسي او غير نرجسي تديله فرصة للرجوع. اوعي تتواصلي معاه ذهنيا ودايما قاعدة مستنياه يندم. دي حيلة جواكي ومخك بيعملها عليكي عشان عقلك الباطن دايما هو الشيطان اللي جواكي واللي هيخليكي تروحي لسكك انت مش عايزة تروحي لها. خلي العقل اللي قدام ده هو اللي يتحكم. دايما افتكري ان مفيش امل، رجع او ما رجعش، يعيط او ما عيطش، ايه الفايدة؟ ما هو هيأذيني تاني، لان هو مريض من جوه. مش انا دونا عن العالم كلها اللي هصلحه. ما تخليهوش ياخد مراده ويتحكم في حياتك كلها.